كل ولادنا بيحبوه ويحبوا كمان يشتروه من بره. طب ما تيجي نعمله لهم في البيت مع بعض بأطعم وألذ عجينة، وكمان مضمون ونضيف وطعمه حلو جدا. يلا نشوف الفيديو. ولو لسه مش متابعاني، في فيديوهات حلوة تانية كتير هتعجبك لما تتفرجي عليها ان شاء الله. تعالوا بينا بقى نشوف كده السندوتش بتاعنا من جوه عامل ازاي. بجد خطير، حلو جدا، احلى وألذ وأطعم كريب ممكن تعمليه في البيت. شايفين الجمال؟ يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الكريب الحلو ده ازاي. عندي كده في الأول 4 كوبايات من الدقيق، هنزل عليهم ب4 كوبايات ونص من المية. هضيف عليهم بيضة، وهضيف نقطتين بس من الفانيليا. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من النشا، معلقة صغيرة من الملح. عندي كمان 3 معالق كبار من الزيت. وهنزل بقى بكل المكونات كده مع بعضها وأقلبها كويس جدا كده بالشكل اللي احنا شايفينه. شايفين؟ ده القوام بتاع العجينة، حلوة جدا. هجيب بقى مصفى، ولازم اصفي بقى العجينه بتاعتي دي عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات ولا اي حاجه. هسيبها بس ترتاح كده 10 دقايق. وبعد كده هنجيب صينيه او هنجيب طاسه تكون ما بتلزقش. هننزل كده بكميه من العجينه في الطاسه او في الصينيه، وهنفردها كده كويس جدا. هنا عندنا النار هتكون اقل من المتوسطه. هوزع كده العجينه في الصينيه كويس جدا، واسيبها بقى لحد ما تبدا تنشف كده من تحت، وتنشف كمان من على الحروف. هبدأ هنا كده أقلبها بقى على الناحية التانية. شايفين؟ خدت لون حلو جدا. برضو هنسيبها على النار لحد ما تبدأ كده تنشف من على الحروف زي ما عملنا كده في الأول. وبرضو هنشيلها بقى من على النار، ونعمل كده كل الكمية بنفس الطريقة. الموضوع سهل وبسيط، والكريب معايا طلع حلو جدا. دي كمان كانت واحدة تانية كده عملناها وخلصنا كده كل الكمية، وطلعت قدامنا بالجمال ده. شايفين؟ أحلى وألذ عجينة. وعلى فكرة الكريب ده ممكن يمشي حادق ويمشي حلو. خلاص كده عملنا بقى العجينه بتاعتنا. هنغطيها كده دلوقتي بفوطه ونسيبها على جنب على بال ما نعمل بقى الحشوه بتاعتنا الجميله. انا هعمل النهارده الحشوه بالفاهيتا، ممكن تعملوا انتوا اي حشوه انتوا حابينها. عندي بقى طاسه حطيت فيها كده معلقتين من الزيت ورفعتها على النار. نزلت عليها بنص كيلو من البانيه متقطع كده قطع صغيره. نزلت كمان ببصله برضو متقطعه قطع صغيره، وفلفل اخضر وفلفل احمر. هقلبهم بقى مع بعض واشوحهم كده كويس جدا. وهنتبل بقى بملح وفلفل اسود، وكمان بهارات فراخ وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر. هقلبهم مع بعض واسيبهم كده على النار لحد ما يستووا ويبقوا باللون الجميل ده. جبت بقى بوله حطيت فيها حوالي 3 معالق من الكاتشب، و3 معالق من المايونيز، و3 معالق كمان من المستردة، وقلبتهم كده مع بعض كويس جدا. وده بقى الصوص اللي هنحطه كده جوه السندوتشات. جبت طبق وجبت بقى العيش بتاعي كده فردته في الطبق، وتنيت كده حوالي تلت الرغيف. هبدأ كده اجيب الصوص وادهن كده العيش بتاعي بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. ضفت الحشوه وضفت كده عليها زيتون شرايح. انتوا ممكن تضيفوا هنا بطاطس، ممكن كمان تضيفوا اي حاجه انتوا حابينها. وممكن كمان تغيروا الحشوه خالص وتعملوها باي حشوه تانية برضو انتوا حابينها. هبدأ كده اقفل الرغيف بتاعي بالشكل ده. هتني الحرف وبعدين هتني عليه الحرف التاني وهيطلع قدامنا بالجمال ده. شايفين؟ هنعمل بقى كل الكمية كده بنفس الطريقة. هنا كان في رغيف تاني كده انا كنت بعمله، برضو عملته بنفس الطريقة. حطيت الحشوة وقفلته كده، وجبت بقى طاسة على النار حطيت فيها معلقتين من الزيت، وحمرت بقى العيش بتاعي وطلع بالجمال ده. بجد خطير، شكله روعة وطعمه كمان في منتهى الجمال. جربوه واعملوه في البيت وان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير للفيديو.